شيخنا ايدك لابوسها، شيخنا ايدك لابوسها. ايدك وعينك إلما انطيتها ايدك للإمام العباس انطيتها العباس وما اريدها. اذا ترجع ما اريدها وحق هو العباس، اذا ترجع ما اريدها وحق هو العباس. تشرفنا اليوم بزيارة جرحى العمل الجهادي في قاطع ديالى لعدد من منتسبي لواء علي الأكبر الأبطال الذين بذلوا الغالي والنفيس للدفاع عن الحرمات وعن المقدسات وعن شرف العراقيين. فهنيئا لأمهاتهم وهنيئا لعوائلهم وهنيئا لعشيرتهم، فإن شاء الله العتبة ستكون سخية في هالجانب وتقدم كل ما لديها في سبيل إعادة تأهيلهم إلى حياتهم الطبيعية. بناء على التوجيه المبارك لممثل المرجعية الدينية العليا ومتولي العتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي دام عزه بمتابعة شؤون ذوي الشهداء والجرحى والحالات الإنسانية، وبعد أن شارك لواء علي الأكبر عليه السلام وباقي فصائل الحيج الشعبي ضمن قاطع عمليات تحرير ديالى، زف لواء علي الأكبر عليه السلام الشهيد البطل أحمد مقصد آمر فوج مالك الأشتر عليه السلام شهيدا، وكذلك أصيب 7 من رفاقه الأبطال ضمن قاطع العمليات، وتم إخلاؤهم إلى مستشفى الإمام زين العابدين عليه السلام، ما زالوا راقدين ويشرف عليهم كبار الأطباء الاختصاص لمتابعة حالتهم الطبية. وقد وجه سماحة المتولي الشرعي في حال تعذر تقديم الخدمات اللازمة لا مانع من إرسالهم إلى أي مركز تخصصي سواء داخل العراق أو خارجه. هذه الخدمات تقدم إلى جميع مجاهدي الحيج الشعبي منذ انطلاق فتوى الجهاد الكفائي، وما زلنا مستمرين بتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم. كلنا مشاريع استشهاد، كلنا فداء للمرجعية، كلنا فداء للمذهب، وكلنا إن شاء الله ما نحن إلا جنود أوفياء إن شاء الله لمرجعيتنا الرشيدة متمثلة بسماحة الإمام السيد السيستاني، الله يطول عمره ويحفظه إن شاء الله. الحمد لله الذي من علينا بهذه الجراحات البسيطة التي لا تساوي شيء ما قدمه إمامنا الحسين عليه السلام.